بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. السادة الأعزاء المشاهدين، صلوا على النبي الهادي الأمين. طبعا النهاردة هنسأل أسئلة متنوعة دينية يعني وثقافية وكده يعني. طيب أول سؤال بقى احنا نقول إيه؟ في أي الغزوات هزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ غزوة أحد. شاطرة يا رنين، جدع. غزوة إيه؟ أحد. غزوة أحد. ما هو اسم مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بلال بن رباح. شاطر يا فاروق، شاطر، نجمة على نجمة. من هو الرجل الذي قتل سيد الشهداء حمزة؟ وحشي. جدع جدع، وحشي. وطبعا ده وحشي أسلم في الآخر وأحسن أيوه. إسلامه، يعني أسلم في الآخر وأحسن إسلامه، لكن هو قتل سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. بعد ما قتلوا أسلم. أسلم بعد ما قتله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في أي البلاد أو الدول توجد الأهرامات الثلاثة؟ في محافظة الجيزة. جدع، في جمهورية مصر العربية محافظة الجيزة. جدع يا فاروق، جدع يا فاروق، شاطر. طبعا لما نقول ايه بقى، من هو مستشار فرعون عليه اللعنة؟ قارون. غلط. أنا أقول. قول انت، قول. هامان. انت كده سبقها بدرجة، هي سبقتك الدور اللي فات بدرجة، يبقى كده ايه الحلقة اللي فاتت انت سبقتيه بدرجة، صح؟ أيوه. لكن هو قارون ده ربنا حسبه الارض عشان كان غني وما رضيش يتصدق بامواله للفقراء والمساكين. لما سيدنا موسى قال له انما اوتيته على علم عندي. لكن فعلا هامان كان مستشار الشر لفرعون عليهما من الله ما يستحقون. طبعا دلوقتي بقى السؤال ايه؟ انا هسأل سؤال، اللي يعرف برضو هيجاوب على طول، يعني يقول انا عارف. ماشي. لما نيجي نقول بقى لا اله الا الله محمد رسول الله، من هو أشهر جراح للقلب؟ هذا الجراح مصري في العالم. هقول يا أبوي. اتفضل. نجيب. غلط طبعا. الدكتور مجدي يعقوب. جدع يا فاروق، جدع يا فاروق. سيبك كده باتنين اهو، الدار ده اهو درجتين سبق بهم. الدكتور مجدي يعقوب، وشهر بلقب لقب بجراح القلوب. شاطر يا فاروق. لقب ايه؟ جراح القلوب. مش عيب ان الواحد يغلط، ولكن إيه، الانسان لما يتمادى في الخطأ دي العيب، لكن هو الانسان لما ايه، لما يتعلم من الخطأ بالصواب، ده اللي هو اللي صح وكويس. ماشي. ماشي. طيب ماشي. في أي المحافظات المصرية يوجد بحر يوسف؟ في محافظة الفيوم، في الصحراء الغربية. لا، هو في محافظة الفيوم مش في الصحراء الغربية. شاطر يا رنين. طيب في أي المحافظات توجد شلالات وادي الريان ووادي الحيتان؟ في محافظة الفيوم. جدع الصحراء فاروق. الغربية. جدع، انتوا كده اتعادلتوا، انتوا كده ايه اتعادلتوا. يبقى توجد شلالات وادي الريان ووادي الحيتان بصحراء الفيوم الغربية، فعلا كما ذكرتم. كويسين كده وجدعان. طيب ماشي، هنقول ايه لا اله الا الله. هنقول برضو اسئلة كتيرة كمان، خليكم معانا طول ما انتم متعادلين ان شاء الله. ايه هنقول برضو ايه اسئلة كمان. من هو اول من اسلم من الصبيان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. شاطر يا فاروق، جدع يا فاروق. من هو اشد الرجال كفرا برسول الله في بداية دعوته؟ يعني كان هو اكبر واحد واشد واحد كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو كان من قريش الراجل ابو ده. لهب. ابو لهب وابو جهل، لكن هو ابو جهل كان اشد كفرا من ابو لهب طبعا، لكن هما الاثنين كانوا كفرة عليهم من الله ما يستحقون. كلام سليم، كلام سليم. طيب ماشي، نقول ايه تاني يا رب؟ نقول ايه تاني يا رب؟ طبعا ايه بقى، ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ اللي هو الحوت. جدع. سيدنا يونس. جدع يا رنين، انت كده كده تعادلت مع فاروق. وحش يا رنين، وحش. جدع. لا انا سيبها بقصد درجات. ما فيش مشاكل، ما سيبتك الحلقه اللي فاتت بدرجه يا اخي. انت طماع ليه؟ يبقى فعلا القبر الذي سار بصاحبه هو حوت سيدنا يونس، حينما طبعا قومه اخرجوه. هو قومه ما اخرجوش معذرة، يعني هو لما ما استجابوش لأهل نينوى لدعوته، طبعا هو يعني هو سابهم. زعل. هو زعل وسابهم وكده، والقصة اللي انتوا عارفينها دي يعني. طيب نقول ايه كمان لا اله الا الله. من هو النبي الذي ألقاه الملك النمرود في النار؟ سيدنا ابراهيم. جدعان، شطار. سيدنا ابراهيم عليه السلام فعلا ألقاه الملك النمرود
في النار، وده كان ملك كافر وحكم الأرض كلها. النمرود كان ملك كافر وطبعا حكم الأرض كلها. من هو النبي الذي كان يعمل نجارا؟ نجارا سيدنا نوح. إدريس. سيدنا نوح، جدع فاروق. لكن سيدنا نوح أول من اختاط الثياب. قلنا سيدنا إدريس ده سيدنا إدريس أول من اختاط الثياب، لكن سيدنا نوح فعلا كان يعمل إيه؟ نجار. أنا ده عمال أسهل لكم الأسئلة أهو، عمال أسهل لكم الأسئلة أهو. طيب ماشي. أهل الكهف ماتوا كم سنة وبعد كده ربنا أحياهم؟ حد يعرف؟ ذكرت في القرآن. أهل الكهف ماتوا كم سنة؟ 350. لا طبعا 300 سنة وتسعة. 300 سنة وتسعة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يبقى انت كده متعادلين. ماشي. 300 سنة ايه وتسعة. اهل الكهف ماتوا لما هربوا من قومهم 300 سنة وتسعة، وربنا احياهم مرة اخرى، وماتوا بعد كده تاني مرة. عرفت يا اولادي؟ ايوه. طيب خلاص احنا كده متعادلين مع بعض. لا انت تزعلي ولا هو ايه يزعل. خلاص ماشي. طيب من هو الملك الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خوفا من بطش قريش، كفار قريش؟ من هو هذا الملك في بلاد الحبشة؟ بلاد الحبشة. أيوة، الملك اللي النبي بعت له المسلمين والصحابة عشان خاف عليهم من بطش أهل قريش وتعذيبهم، والملك ده كان ملك عادل وكان يدين بالمسيحية في بلاد الحبشة. قول يا ابوي احنا مش عارفينه. طيب ماشي. ده الملك النجاشي. الملك ايه؟ النجاشي. وبعدين الملك النجاشي ده يعني أسلم وأحسن إسلامه في النهاية. أسلم وأحسن إسلامه في إيه؟ في النهاية. يوجد نهر عظيم في مصر يسمى نهر النيل. جدع فاروق. يبقى نهر عظيم ومبروك يسمى نهر إيه؟ النيل. صح كده، مظبوط كده. طبعا وفي نهاية اللقاء احنا بندعي السادة المشاهدين يدعمونا بإيه يا فاروق؟ باللايكات والمشاركات والتعليقات، وما تنسوش تشتركوا على قناتنا في اليوتيوب الإعلامي أشرف فاروق السمالوسي. جميل. دي قناتنا فعلا على اليوتيوب، قناة الإعلامي أشرف فاروق. وطبعا برضو على التيك توك قناة الإعلامي أشرف فاروق. ما تنسوش تشتركوا معانا. وفي نهاية اللقاء كل عام وأنتم بخير. يعني بعد غدا إن شاء الله حسب رؤية الهلال سيكون رمضان إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير.